ذلك فسر بعض العلماء التوكل بأنه هو الرضا. بعض الفقهاء قالوا أن التوكل اختصروه في الرضا، فاش توكل على الله تبارك وتعالى وتأخذ بالأسباب وتفوض أمرك إلى الله ثم تأتي النتيجة وترضى بها، فقد بلغت مقام التوكل على الله. هذا هو التوكل الحقيقي. أما إن رفضت تلك النتيجة وقلت هذا لا يصلح لي، فهذا والعياذ بالله من عدم الرضا، وهو مخالف للتوكل على الله عز وجل. فسر بعض العلماء التوكل بأنه الرضا بما يقضيه الله للعبد، فمن يتوكل على الله قبل الفعل، فمن توكل على الله قبل الفعل ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد قام بالعبودية. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فهذا توكل وتفويض. ثم قال: فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. فهذا تضرع إلى الله من العلم والحول والقوة، ثم التوسل إليه بأسمائه وصفاته، ثم سؤاله بأن يقضي ويقدر لك الخير. وهذا مقام العبودية لله. وهكذا عباد الله يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التوكل من خلال دعاء الاستخارة. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن المتوكل على الله لا يطلب رزق الله بمعصيته، يعلم أن رزقه قد كتب له وهو في بطن أمه. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما و40 ليلة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه ملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. إذا الإنسان إذا كان يعلم أن الله عز وجل سيرزقه لا محالة ويتوكل على الله عز وجل في أموره، فلا يجب أن يطلب رزق الله بالحرام، فلا يجب أن يطلب رزق الله بالطرق الملتوية وبما يغضب الله عز وجل، ولكن يجب أن يطلب الله عز وجل بالطرق الشرعية، فيكد ويجتهد ولا يغش. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس مني.